ازاي نعمل مكرونه بشاميل غرقانه بصوص البشاميل مع اللحمه المفرومه وتطلع معايا فاخر من الاخر. قبل اي حاجه، معكم اسماء عطله. متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ويلا بينا. هنبدا نجهز صوص البشاميل بتاعنا. انا هنا بستخدمش سمنه خالص علشان السمنه بتخلي المكرونه بتاعتي تقيله، فاحنا بنستخدم زيت ذره. لو هنعمل نص كيلو من المكرونه هنحتاج 4 معالق من الزيت، معاهم 5 معالق من الدقيق. اهو طبعا لو هنضاعف المكرونة، لو هنحط كيلو مكرونة هنزود بقى الكميات اللي احنا قلنا عليها دي. حطيت الدقيق مع الزيت وهسيبهم على النار لحد ما الدقيق بتاعي يستوي. طبعا بفضل اقلب فيهم، يعني ما بسيبهمش واروح اشوف بعمل ايه وارجع لهم تاني، لا، الدقيق هيتحرق معايا. فهبدأ اقلب فيها لحد ما احس ان خلاص ريحة الدقيق طلعت وبقى مستوي معايا. هنبدأ ننزل بكيلو لبن مرة واحدة، ما بنحطش حبة واقلب وحبة واقلب، لا، بننزل بيه مرة واحدة زي ما انتم شايفين كده. الناس اللي عندها كمية لبن قليلة ممكن تحطها وتضيف لها مكعبين او 3 من مرقة الدجاج وتضيف مية عادي خالص، بتطلع جميلة برضه. هنقلب هنا لحد ما يبدأ يتقل معايا، وبعدين هنتبله الأول من شوية ملح وشوية فلفل. وده مكعب مرقة اختياري، اللي مش عايز يحط يعني عادي ممكن نستغنى عنها. هنفضل نقلب فيها اهو لحد ما يبدأ القوام بتاعها يتقل. طبعا كل ما بنحطها على النار كل ما بتتقل معانا، فاحنا عايزين القوام وسط، ما يكونش تقيل قوي ما يكونش خفيف قوي. هنقلب لحد ما خلاص نحصل على القوام الوسط ده. كده خلاص هي جاهزة معانا. هنبدأ نركنها تبرد، وهنجهز بقى اللحمة بتاعتنا هنعصجها. هنجيب طاسة على النار، هنحط لها معلقة من الزيت، وهبدأ أنزل باللحمة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. هبدأ أقلبها وأحط لها شوية ملح. الملح هنا فايدته لما بحطه في الأول على اللحمة ما بيخليش فيها تكتلات، يعني بتبقى مفرطة معايا، وده أحسن حاجة. هنفضل نقلب فيها لحد ما تستوي كده شوية، وبعدين هننزل بالبصل بتاعي، وهبدأ أتبل البصل تاني ملح وفلفل أسود، بس كده، مش محتاجة أي بهارات تانية. هنبدأ نقلب فيها ونسيبها بقى على النار متوسطة لحد ما تتعصج معايا، وكده جاهزة معايا. هنركنها ونبدأ نجيب القالب بتاعنا اللي احنا هنشتغل فيه. بحط شوية بشاميل من اللي احنا عملناهم كده، ما بحطش سمنة برضو عشان متبقاش تقيلة معانا. هنحط شوية بشاميل ونفردها في الصينية، وبحط نص كمية المكرونة اللي احنا سلقناها، وبوزعها كده في الصينية بتاعتي، وببدأ أديها كمان شوية بشاميل تاني، وبحط لها شوية جبنة موتزاريلا. لو متوفرة، مش متوفر خلاص ممكن نستغنى عنها عادي خالص. اهو بحط لها شوية جبنة موتزاريلا، وبعدين هنبدأ نوزع اللحمة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده لحد ما بنملاها كلها. هحط نص كمية المكرونة التانية، وهبدأ احط البشاميل لحد ما اغطي كل المكرونة، ما اسيبش مكرونة باينة منها عشان ما تتحرقش. بعد كده برضو الخطوة دي اختياري، لو موجود الجبنة موتزاريلا بنحط شوية على الوش كده زي ما احنا شايفين اهو. نديها شوية جبنة موتزاريلا حلوين، ممكن نحط جبنة رومي على فكرة لو موجود عادي برضو تمشي يعني. ممكن نستغنى خالص ما نحطش لا ده ولا ده. كده جاهزة معايا، هندخلها الفرن لحد ما الوش بتاعها يحمر معايا. وما بنسيبهاش كتير، يعني هي اصلا كل حاجة فيها جاهزة، يا دوبك بس هتسخن والوش هيحمر تطلع معايا زي ما انتوا شايفين كده، تحفة جدا. ومتنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات.